رمضان كريم علينا وعليكم. ولأنه رمضان ما ببلش بس بالفانوس، ببلش مثل العادة عند أهل الشام وسوريا بأكلة بيضة. لحتى تعرفوا شو هي الأكلة البيضة اللي رح أطبخها اليوم وبلش فيها لحتى بيض أيامي وأيامكم، تابعوا الحلقة للأخير. رمضان جانا بالنور الحل، والقلب بالإيمان ممتل. يا رب تقبل صلاتي واغمر حياتي. وطبعا لانه العاده مثل ما بتعرفوا بسوريا وبالشام تحديدا انه دائما باول يوم بالعيد او اول يوم برمضان نطبخ اكلات بيضة، بتبلش باكله لبن. فاليوم انا رح بلش باكله لبن اللي هي شاكريه، بس هالمره بدي اعملها شاكريه بالدجاج على طريقتي. وكل عام وانتم بالف خير، رمضان كريم، تابعوني لحتى نشوف كيف الطريقه. دائما بحب الطبخ بطريقه سريعه، فراح استثمر الوقت. راح بلش بطبخ اللبن. اول شيء طبعا عندي كيلو لبن، رح احطه. بدي اطبخ اللبن بنفس الوقت اللي انا عم حضر فيه الدجاج. طبعا الدجاج انا مقطعته قبل، هلا رح تشوفوا كيف. اذا طلع اي ضوجه فلا تفاجئوا، لانه ابني عم يلعب وراي، ف شوي بيخبط شوي بيعمل شي حركه، فعادي ما تفاجئوا ما تخافوا. هلا طبعا انا حطيت هون لبن كيلو. بدي شغل تحته، وراح ضيف فوقه 3 معالق نشا اللي هي معالق الاكل، يعني كيلو لبن و3 معالق نشا من هاد. بس طبعا ما راح ضيفها هيك، بدي ضيف عليها شويه مي. هلا راح ضيف عليها شويه مي بارده. طبعا انتم بتتحكموا بسماكه اللبن، لانه كل بلد اللبن فيها مختلف. كل مصدر اوقات بنفس البلد اللبن بيكون فيها مختلف، اوقات بيكون اسمك او اوقات بيكون اخف. فانتم فيكم تزيدوا معلقه تنقصوا معلقه، هذا الشيء بيرجع لكم. هيك اللبن النشا صار جاهز. هلا بدي اضيفه فوق اللبن هون وحرك. وهلا بدنا نضيف شويه مي لحتى ما يطلع كثير سميك. مثل ما قلت لكم كل حدا وحسب اللبن اللي موجود عنده. هلا انا لبين ما ينطبخ اللبن شو رح اعمل؟ رح استخدم هذا الروبوت مثل العاده. هذا الروبوت هو رح يكمل عني المهمه بهي الطريقه. شايفين كيف؟ بهذا الوقت انا رح استثمر وقتي وبلش اعمل الدجاج. خلينا نعمله مع بعض. بدي احط زيت اونة لحتى اقلي الدجاج شوي. هلا بدي احط تقريبا 3 حبات هيل تقريبا، يعني حبتين حبتين. بدي احط عود قرفة. بدي احط ورق غار. وخليهم يتقلوا. شايفين كيف الروبوت عم يحرك اللبن؟ طبعا هاد جدا ريحني، يعني انا هلا بهالاثناء يلي اللبن فيه عم ينطبخ بدل ما اوقف واقعد حرك، بتركه هو عم يطبخ اللبن وانا بنتقل للمرحله اللي بعدها، فبالتالي بوفر تقريبا نص الوقت. طبعا انا رح شيل هدول الاشياء. رح نزل اول شيء كم قطعه دجاج هون. بس ننزلهم على مهلكم، لانه احنا ما بدنا المي تطلع منه لحتى يحافظ على الطعم. فنبلش شوي شوي بهذا الشكل. طبعا هلا انا رح شيل هدول الاشياء اللي على جنب لحتى ما يضلوا، لانه خلص الزيت اخذ هي النكهه، فما في داعي انه نحن نخليهم هون. هلا بقى نبلش ننزل باقي الكميه. رح بلش نزله بشكل تدريجي هيك. بس لما تنزلوهم يعني حاولوا انه انتم توزعوهم، يعني ما تقلبوهم او تخلوهم ينزلوا المي. طبعا هلا كمان بدي اضيف شغله على اللبن. طبعا اللبن بلش يغلي، فهلا بدي اضيف شغله بتعطي نكهه كثير طيبه، اللي هي مكعب من مرقه الدجاج. هذا بنحطه باللبن. تمام، هذا بيعطي طعمه كثير طيبه. جربوها. كثير في عالم ممكن تستغرب لانه هن ما بضيفوا الماجي او ما بضيفوا شيء للبن، بيحبوا انه اللبن نفسه، او في عالم بتضيف بيضه.
فلا انا بحب ضيف بس مكعب واحد للبن بيعطي نكهه بتجنن كثير طيبه. وهلا خبروني بما انه الدنيا رمضان، شو الاكلات اللي طبختوها اول يوم؟ كلكم بلشتوا باكلات بيضاء. شو هي العادات بكل بلد؟ انا ما بعرف كل حدا من اي بلد عم يتابع الفيديو، او وين طلع لكم انتم الفيديو للناس اللي عم تشوفوا، وين طلع باي بلد الفيديو. خبروني شو طبختوا اول يوم برمضان. وخبروني كمان، انا بصراحه اوقات بقعد افكر انه شو بدي اطبخ 30 يوم رمضان، شو بدي اطبخ. فدائما اليوم الاول سهل لانه نحن نعمل اكله لبن، اكله بيضاء. بس باقي الايام اعطونا، غششونا، اعطونا اكلات شو ممكن نطبخ خلال 30 يوم. اعطونا اكلات طبخ، واعطونا اكلات حلويات لحتى نقدر نعملها برمضان. طبعا انا راح اعمل معكم اكلات كثير طيبه، اكلات رمضانيه مشهوره بسوريا وبالشام تحديدا، مثل المعروك، مثل الكنافه، مثل الناعم. هي كلها اكلات رح نعملها مع بعض خلال شهر رمضان الفضيل. خبروني انتم كمان اذا عندكم اي افكار، اعطوني اياها، او اذا عندكم اقتراحات كمان اعطوني اياها لحتى نعملها مع بعض. طبعا دائما لما بتكون عايش انت بدوله اوروبيه فبتكون انت عم تتحدى هذا الشيء، لانه ما في اجواء رمضانيه، مو مثل لما انت بتكون اللي بيعرف الاجواء مثلا بالشام او بمصر او بكثير دول عربيه. الاجواء برمضان بتكون كثير حلوه. باوروبا ما في اجواء رمضان، فانت مضطر انك انت تخلق هذا الشيء او تصنع هذا الشيء. ولما بيكون في عندك اولاد بتكون المهمه اصعب، لانه انت بدك تخلي اولادك يعيشوا هي اللحظات لحتى يتعلموها، لحتى يعرفوا انه بهذا الشهر ان لازم يصوموا، لحتى يحسوا ببهجه هذا الشهر، والا هن رح يطلعوا من هي العادات وما عاد رح تعني لهم شيء. فكثير مهم انك انت دائما تعمل لهم طقوس بالبيت تحسسهم انه هن كانيهم ببلدهم. هلا انا بدي اضيف ملح، رح اضيف تقريبا معلقه ملح. هلا انا دائما بخاف من الملح لانه بحب الاكل يكون شوي مالح زياده، فبخاف انه ملحه، فدائما بقول انه الملح يكون ناقص احسن ما يطلع زايد، لانه بنقدر نضيف بعدين نحن عم ناكل. بس اذا طلع زياده ما عاد نقدر نعدل عليه. هي حطيت شويه زنجبيل وبودره ثوم قبل ضفت عليه. طبعا بعد شوي بدي عندي بصلات حبه كبيره، حبه صغيره عفوا، بدي اقليهم وضيفهم مع الدجاج واللبن. هلا بتشوفوا كيف. ولا نخلي الدجاج يستوي منيح بهي الطريقة. هيك. هلا نخليه يستوي منيح. خلينا نشوف اللبن عم يغلي عنا، خلينا نعمل له تحريكة. خلينا نشيك عليه هيك. بما انه غلا، شايفين قديش هذا الاختراع رائع عن جد. انا لولا ما بعرف شو بدي اعمل. هلا رح ناخده على جنب بما انه اللبن صار يغلي حاجته. بنحركه هيك لنتاكد انه كله تمام. طبعا الريحة رائعة، ريحة اللبن رائعة، ما في أطيب من أكلات اللبن وطبخات اللبن. واللون الأبيض يلي بيخلينا نتفائل إن شاء الله أيامكم كلها بتكون بيضة، وبتكون بداية سنة جديدة، بتكون شهر رمضان وشه خير عليكم وبتحققوا كل شي بتتمنوه. هلا بدي أضيف شوية ملح للبن. طبعا مو كتير، شوي. هلا كمان بدنا نضيف رشة 7 بهارات فوق الدجاج. اللبن عندي تقريبا صار جاهز. حتى ابني عم يشم الريحة ويقول ما بعرف إذا واصل صوته لعندكم. بس حتى الأولاد الصغار لما أنتم بتطبخوا لهم بالبيت أكلات طيبة بتصيروا على فكرة بيتعودوا على الطبخ. فأنا هلا لما بيجي بدي آكل من برا دائما بيفضل إنه أكل، لما بيعرفني طابخة أكلة طيبة فهو بينبسط كثير. بيعرف إنه هي الأكلة طيبة، هو صار بيعرف طعمة الأكل تبع البيت، فصار بيفرح لما بيجي بيلاقي أكلة طيبة. فحتى لما بيشم الريحة بيقول يعني هو حابب الريحة كثير. بهي الأثناء رح أقلي البصلات عندي هون بمقلاية صغيرة. طبعا انتم فيكم تقلوهم طبعا قبل، بس انا بحب اقليهم هيك لحالهم، نضيفهم لحتى يضلوا محافظين على النكهه. رح اقليهم بشويه زيت زيتون. هيك شايفين الدجاج بلش يستوي وبلش تطلع له شويه مي. هي المي هي اللي رح تعطي النكهه للبن.
طبعا الشعكرية بالدجاج هي أكلة جديدة، يعني بلشت الناس تطبخها هلا من كم سنة، لأنه المتعارف عليه دائما كنا نقول شعكرية بالموزات، يعني ما كان حدا أبدا يفكر إنه الشعكرية ممكن تكون بالدجاج. أول مرة أكلتها عند رفيقتي، كانوا طابخين شعكرية، قالت لي عاملين شعكرية، قلت لها عن جد هي الأكلة كثير أنا بحبها. فلما قعدت حتى آكل معهم اكتشفت إنه الشعكرية بالدجاج. فأول شيء استغربت، قلت لحالي إنه بالدجاج شلون هيك يعني، بعمري ما ضايقتها بالدجاج. فلما دقتها كثير حبيت. شايفين الدجاج عندنا تقريبا استوى، قليت هون البصلات، انا هيك بحبهم. هلا بدي انزلهم فوق الدجاجات هيك بحركهم. شايفين هلا نزلنا البصل هون فوق الدجاج، والدجاج استوى طبعا. هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا ننزل الدجاج فوق اللبن. شايفين هون اللبن كيف عندي؟ رح قوي تحته هلا انا الحراره لحتى اقدر انزل الدجاج فوق. هلا بدنا ناخذ الدجاج هيك مثل ما هو وننزل فيه لهون. شايفين مع المي تبعته مع كل شيء، هذا كله رح يعطي نكهه بتجنن. حطيه على جنب، نطفي الغاز مشان ما ننساه. رح نحرك الدجاج. شايفين كيف الريحه بتجنن. خليهم هلا يغلوا مع بعض. بهي الاثناء رح بلش انا بين ما يغلوا مع بعض رح بلش اطبخ الرز. زيت زيتون، طبعا انا كنت ناقعه كاسه ونص رز هون، هلا رح نفضيهم فوق الزيت. هي الطريقه، طبعا اكيد كلياتكم بتعرفوا الطريقه، بس انا عم اتسلى معكم فعم بطبخ الرز لبين ما معكم لبين ما تكون اكله الشعكريه استوت. هلا بدنا نحرك شوي. طبعا قبل ما نحرك بنضيف شويه ملح، تقريبا معلقه ملح، بنحركهم. هلا في عالم بتحب تطبخ الرز بعد تنزله بمي مغليه، وفي عالم بتحب تقلي الرز قبل ما تطبخه. انا بحب اقلي الرز قبل ما اطبخه، بحس انه بيطلع نكهته اطيب. المي طبعا انا بحط لكل كاسه رز كاسه. شوفوا كيف صار قوام اللبن. لا لا انتوا بتذكرين شيء اذا نحن حطينا كريمه ولا لبن، لانه هي كريمه. شوفوا 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 لي هالقوام، شوفوا لي كيف التمازج بيناتهم، شي بيطير العقل. يعني ماني مصدقه امتى دوقها. يلا جاهزين لحتى ندوقها مع بعض، لانه انا كثير كثير مستعجله، جعت كثير وقدن ونحن عم نطبخ. اضطرينا شوي نوقف لانه بصراحه خلصت بطاريه الشحن، فاضطرينا نشحن شوي ونكمل. فقدن ولسه نحن عم نشم الريحه وما عم نسترجي نقرب على الطبخه وندوق، لانه ناطرين لحتى انتم تدوقوا معنا. هلا رح انا اسكب رح اسكب لإلي اول شيء، مو مشان شيء بس لحتى اجربها قبل ما ندوقها للعالم، يعني مشان ما يحكوا علينا الاجانب. فهلا بدي اسكب. هي الرز عنا صار جاهز. خلوني اسكب هيك شوية رز بس لحتى ندوقها. وخلينا نسكب هلا شوية، حطوني من هالبصلة هاي، شايفين؟ هيك حط لبن. شوفوا لي شوفوا لي شوفوا شايفين كيف؟ يلا ندوقها مع بعض. هلا اهم شيء بدكم تحطوا لي هي البصلة هيك مع قطعة دجاج مع شوية كمشة رز واللبن وندوقها. طبعا هي كتير سخنة بس لأنه أنا ما عاد أقدر قاوم. يلا جاهزين لحتى ندوقها مع بعض. بسم الله. كتير سخنة، مو معقول عن جد. انه رأيكم طيبة، أطيب، كتير طيبة، ضروري تجربوها. جربوها بهي الطريقة. هلا في عالم بتحب الدجاج صدورة، صدر الدجاج، وفي عالم بتحب الدجاج كامل. أنا بحب صدر الدجاج. بكل الأحوال كتير طيبة. جربوها وادعوا لي. رمضان كريم عليكم جميعا. بس مثل العادة ما تنسوا تعملوا سبسكرايب، لايك، كومنت، شير، ودعم للقناة.
باي، رمضان كريم.